فيلمنا بيبدأ بطفل اسمه سيرجي، وبنشوفه وهو قاعد مع أمه وأخوه على حافة النهر، وبيطلع الشجرة وبيبقى فرحان. وفجأة بتظهر طيارة من الجيش الألماني، وأمه بتنادي عليه عشان يستخبوا، لكنه ما بيهتمش بكلامها وبيحاول يضرب الطيارة. وأول ما الطيارة بتنفجر بيبص على عيلته لكنهم بيكونوا هربوا. وفجأة بيصحى من الحلم وبينادي على أمه، لكن جارته بتخبط عليهم وبيروح عشان يفتح لها، وبتقوله إن الجيش الألماني قتل أخوه وأمه ولازم يهرب بسرعة. وفجأة الجيش الألماني بيقرب منهم، لكنها بتاخد سيرجي وتهربه، وقبل ما تهرب معاه بيخلصوا عليها وبيولعوا في القرية بتاعتهم. وسيرجي بيبص على القرية وهي بتولع، وبينادي على أمه على أمل إنها تكون لسه عايشة. وبيجي الليل على سيرجي وبيعيط وينادي على أمه عشان تيجي تاخده، لكنه بيتعب من كتر المشي وبيقع على الأرض. وتاني يوم بيروح عشان يشرب من النهر، لكنه بيشوف الجندي الألماني وبيستخبى منهم في الشجرة. وفجأة بيقرب منه تعبان، لكن خوفه من الجندي الألماني أقوى بكتير من خوفه من التعبان، وده اللي بيخليه يلتزم الصمت. وأول ما الجنود بيخلصوا أكل ويمشوا بيروح عشان ياكل الأكل اللي فايض منهم. وفي نهاية اليوم الواد بيتعب ويقع على الأرض، وده لأنه بقاله يومين ماكلش أكل كويس، وأثناء ما بيتمشى بيلاقي توت بارد وبياكل منه. وفجأة بيحصل انفجار وصاحبنا ده بيقع على الأرض وبيمشي وهو دايخ وبيتهيأله إن في حد بيراقبه، وده بسبب الخبطة اللي خدها. وبيمسك عصاية على سنها مسدس وبيكلم الشخص اللي بيراقبه وبيقول إنه مش خايف منه، وبيقع على الأرض ويغمى عليه. وبعد فترة بيعدي جنود من الجيش الروسي وبياخدوه معاهم على المعسكر، والقائد بيبقى مستنيهم هناك. ولما بيدخل عليه بسرير القائد بيتعاطف معاه وبيعرفه على نفسه وبيحسسه بالأمان، وبيجيبوا له أكل ومية والقائد بيأكله بنفسه، وبعدها بياخده عشان يتعالج. والممرضة بتقول له إنها ترسم له وردة على الجرح بتاعه، لكنه بيرفض وبيطلب منها ترسم له دبابة عشان نفسه يبقى جندي في الجيش. وسيرجي بيطلب من القائد بإنه يلعب بالمسدس بتاعه، فالقائد بيشيل الرصاص ويديله المسدس. وسيرجي بيبقى فرحان وبيوريله رسمة الدبابة اللي على بطنه. وبعدها بنشوف الممرضة وهي بتطلب من القائد يسيب سيرجي معاهم في المعسكر، لكنه بيرفض وبيقول لها إنه خطر عليه ولازم يروح دار أيتام عشان يهتموا بيه. وبعد كده بنشوف الجنود وهم بيقضوا وقت فراغهم معاه وبيجيبوا له أكل ومية وبيهتموا بيه. وبعدها بنشوف جندي وهو بيطلب من القائد يسيب سيرجي معاهم، وده بسبب إن العساكر اتعلقوا بيه ومش عايزينه يمشي لأنه بيفرحهم وبينسيهم هموم الحرب. لكن القائد بيصر على كلامه وبيقول له إنه لازم يروح دار أيتام عشان سلامته. وتاني يوم الأعداء بيهجموا عليهم وفي جنود كتير بيتصابوا، وبتيجي عربية عشان تاخد سيرجي للملجأ، والقائد بيودعه ويديله مسدس خشب هدية. فالطفل بيحضنه وبيقول له إنه خايف عليه من الحرب، والقائد بيتأثر بحضن الطفل وكلامه وبيعتبره ابنه ويخليه معاه في المعسكر. وبالليل الجنود بتبقى فرحانة إنه هيفضل معاهم وبيعملوا له بدلة على مقاسه، والقائد بيصحي ويديله البدلة عشان يلبسها. وسيرجي بيبقى فرحان وبيجري بالبدلة في المعسكر. وفجأة الألمان بيهجموا عليهم وفي جنود كتير بيتصابوا، فبياخدوا سيرجي ويودوه لمكان أمان. ولما عدد المصابين بيزيد سيرجي بيروح عشان يساعدهم وبيشرب الناس العطشانة. وفي واحد عينه متصابة بيطلب منه يقرا له الرسالة اللي عيلته بعتاها، لكن سيرجي ما بيعرفش يقرا وبيقول له إن البقرة بتاعته بخير، لكن الجندي بيقول له إنه ما عندوش بقرة. فالجنود بيضحكوا على طريقته ويطلبوا منه يقرا لهم بقية الرسايل. والقائد بيقابل الممرضة وبنعرف إنه بيحبها لكنه لسه ما اعترفلهاش بحبه. وبعد كده بنشوف سيرجي وهو بيتمشى مع القائد وبيشوف عسكري ميت، والقائد بيعلمه يقلع القبعة احتراما لأرواح الشهداء. وتاني يوم بنشوفه وهو بيسأل القائد عن المهمة اللي هيكلفه بيها، فبيطلب منه يوزع رسائل على الجنود، والجنود بتبقى فرحانة إن سيرجي هو اللي بيوصل الرسايل. وتاني يوم سيرجي بيبعد عن المعسكر شوية، وأثناء ما هو بيلعب بيلاحظ رجل طالعة من كوم القش، فبيروح على المعسكر ويقول الجنود على اللي شافه، لكنهم بيشكوا في كلامه ومع ذلك بيروحوا معاه عشان يتأكدوا. ولما بيوصلوا بيولعوا في كوم القش وبيشوفوا الجواسيس ويقبضوا عليهم. وبالليل القائد بيبقى مبسوط من سيرجي لأنه أنقذ حياتهم، وبيعرفوا إنه اتبنى وبقى ابنه رسميا. وسيرجي بيبقى عارف إن القائد بيحب الممرضة وبياخده عشان يعترف لها بحبه، لكن لما بيوصلوا بيتفاجئوا إنها بتتكلم مع جندي تاني وبيفتكروا إنها بتحبه. وفجأة بيحصل هجوم من الأعداء وبنشوف سيرجي وهو بياخد الذخيرة ويوديها للجنود، وبيطلبوا منه يرجع الخيمة عشان المكان هنا خطر وممكن يموت. ولما بيرجع بيشوف القائد وهو متعصب عشان الاتصال اتقطع، وبيبعت جندي يصلح السلك اللي اتقطع، وسيرجي بيروح وراه وبيشوف الجندي وهو متصاب فبيسأله ازاي يصلح السلك، ولما بيقول له على الطريقة بيصلحه والإرسال بيرجع تاني، وبيطلبوا قوات زيادة. وبعدها بنشوف القائد وكاتيا وهما بيتكلموا مع بعض عند النهر، وبيعترف لها بحبه وبتبقى فرحانة، ولكن بيطب عليهم عسكري جديد وبيقول له إن جات لهم رسالة بإخلاء الموقع دلوقتي. وتاني يوم هما بيوصلوا الموقع ورايحين للمكان الجديد بيحصل انفجار شديد، والقائد بيصاب وبيحضن سيرجي لأنه خايف عليه. وبعدها بياخدوا المصابين ويروحوا للقاعدة الجديدة، وهناك بيقابلوا الجنرال وبيبقى فرحان بسيرجي واللي عمله، وبيبات في القائد عشان يتبنى سيرجي. وتاني يوم الكتيبة بتتكرم وكمان سيرجي معاهم، وبالليل بيحصل عليهم هجوم من الأعداء وكمان بيحصل انفجار شديد،
والقائد بيكون تحت الأنقاض، وسيرجي بيروح عشان يساعده لكنه ما بيعرف، فبيندعي الجنود عشان يساعدوا القائد. وتاني يوم بيروح عشان يطمن عليه، وبنشوف ايده وهي مصابة عشان كان بيحاول يساعد القائد، وبيفضل مع الجيش على طول لأن دي عيلته الوحيدة، وبيطلع معاهم كل الحروب، وبيوصلوا لبولندا وبياخد لقب أصغر جندي في العالم. وبيخلص الفيلم على كده يا صديقي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات عن الفيلم الجديد اللي محتاجين تلخيصه.